اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاء، ودي قناتي كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتيه مقاس 40 في 40 بالشوجر شيت. وطبعا هقول لكم يعني خدت كريمه قد ايه. وطبعا موضوع الكريمه في جدال كتير جدا جدا حوالين موضوع الكريمه والكميه والكلام ده. طبعا كل عجان وكل حاجه بتستعمليها بتختلف عن التاني. يعني انا هحاول اوصل لكم الموضوع بطريقه بسيطه ان شاء الله. بس يعني برضو في ناس بتبقى مش مقتنعه قوي. طبعا احنا عملنا الاسبونشات مع بعض كتير جدا، عملناها وحفظتوها وعرفتوا المقادير. طبعا ده صاج 32 في 42، بعمله بثلاث بيضات و290 جرام من الدقيق و10 جرام من البيكنج باودر و100 جرام من السكر ومعلقه صغيره من محسن بشتغل بيه اليومين دول اللي هو جولدن باك. عملناه مع بعض كتير جدا، فما رضيتش يعني اكرر لكم نفس الخطوات تاني. هنخش على طول على المقاسات. والتورتيه كانت طبعا 40 في 40، نص ونص. فطبعا عملت صاجين من الفانيليا وصاجين من الشوكولاته. اول مقاس خدته كده، جبت المسطره وابتديت اقطع 20 سنتي، وبعد كده 20 سنتي. ففاض معايا 2 سنتي اللي هم عشان الصاج 32 في 42، فهيفيد معايا 2 سنتي. الصاج التاني بقى خدت منه، يبقى انا كده طلعت اول طبقتين. الصاج التاني هبتدي برضو اشيل الورق بتاعه كده، وهبتدي اخد برضو 20 سنتي، هيفيد معايا حوالي 22 سنتي، وهقول لكم هنعمل بيهم ايه. زي ما انتم شايفين برضو بقيت على نفس المقاس بالظبط. يبقى انا كده عندي 3 طبقات، يبقى كده اول 3 طبقات للفانيليا، وهعمل برضو نفس الطبقات للصاج الشوكولاته او الصاج اللي هو الكاكاو. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هاخد نفس المقاس بالظبط من الصاج من الجزء الثالث. وزي ما انتم شايفين انا بقيس كده الطول معايا 32، يعني مش 30، 32، لان الصاج عندي 32 في 42. هبتدي اخد بقى عشان اظبط المقدار على 40 بالظبط، فعايزه 8 سنتي اكمل بقيه اول طبقه. وهبتدي اخد تاني طبقه 8 سنتي، عشان دي الفرق بين الطبقات لتاني طبقه. وهاخد 8 سنتي برضو لتالت طبقة. يبقى انا عندي 3 طبقات كده علشان اقدر اكمل الصاج، لان الصاج مش طويل للدرجة. يعني انا عندي الصاج زي ما قلت لكم 32 في 42، فهيظبط معايا في الطول، لكن في العرض مش هيظبط. فخدت الجزء اللي فاضل من الصاج التاني، ابتديت اعمل بيه ال 8 سنتي ل3 طبقات زي ما انتم شايفين كده. يعني الموضوع واضح. طبعا دي كده اللي هيفيد معايا الحتة الزيادة، ده كده هشيله على جنب. هقول لكم برضه ممكن نستخدمه في ايه. ده كده يعتبر اللي فاضل من اول صاجين لل3 طبقات بتوع ال- الفانيليا. هعمل برضه نفس الخطوات بالظبط للصاج الشوكولاته او الصاج اللي هو الكاكاو. زي ما انتم شايفين برضه هبتدي اقطع بنفس الطريقه بنفس كل حاجه. طبعا مش هطول عليكم بقى في كده. احنا خلاص عرفنا هنعمل ايه. جبت برضو اول صاج وابتديت اخد منه 20 سنتي، وشلت ال2 سنتي زياده، وجبت تاني صاج وقلبته وابتديت برضو اخد منه 20 سنتي. والصاج التالت برضو زي ما انتم شايفين كده قطعت الزيادات وخدت منه 3 شرايح. نفس اللي عملته في الخطوه الاولى عملته في الصاجان الاولاني، هو نفس اللي عملته في الصاج التاني. جبت بقى البورد بتاعتي مقاس 40 في 40، وابتديت اضرب كريمه. ضربت كريمه بقى قد ايه؟ 50 جرام من الفانيليا و50 جرام من الشوكولاته. ابتديت بقى طبعا اثبت كده. يعني بحط جزء من الكريمه من تحت عشان يثبت لي الشرايح بتاعتي ما تتحركش يمين ولا شمال. وابتديت احط اول طبقه من الفانيليا. وطبعا ال8 سم اللي انا قلت لكم عليها الفرق في الطول، آه، ابتديت احطهم كده. والناحيه التانية هعمل نفس اللي انا عملته كده، بس هعمله في الطبقه اللي هي بتاعه الكاكاو. زي ما انتم شايفين برضو عملت كده الطبقه ظبطتها بالظبط كده، ادتني 32 سم، ودي 8 سم الفرق، فادتني ال 40 سم كاملين. دول كده يعتبر اول طبقه، نص فانيليا ونص شوكولاته. ابتديت احط الكريمه، والكريمه اللي بشتغل بيها كواليتي، وانا قلت لكم ان كواليتي في القوام والطعم حلو جدا. المشكله الوحيده اللي بتقابلني فيها هي الفراغات لما بتتركن، وهقول لكم برضو ممكن نعمل ايه في القصه دي. يعني مش مشكله جامده يعني بالنسبه لسعرها وبالنسبه لقوامها وطعمها. وهي بتبقى خام، مش بيضاف لها سكر، زي يعني هي مش بتبقى فيها سكر كتير زي الفا. فطبعا نخلي بالنا من مقدار السكر واحنا بنضربه في الكريمه. عملت زي ما انتم شايفين كده، فردت اول طبقه. وهبتدي بقى احط مثلا لو انت عايزه تحطي جيلو، عايزه تحطي جناش، عايزه تحطي اي صوصات بقى، عايزه تحطي مكسرات، اللي متاح معاكي. انا حطيت كده شويه من الجناش، وهبتدي اوزع كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي احط الطبقه التانية بنفس الطريقه بالظبط. برضو جبت كده اول الشريحه التانية من السبونج. وزي ما انتم شايفين السبونج ما شاء الله يعني مرتفع ومتماسك. وطبعا سبته بارد براحته خالص، يعني انا كنت بشتغل براحتي، ما كانش عندي غير التورتيه دي في اليوم ده، فقلت اشتغل كده براحتي، ما مش ورايا حاجه يعني. فانا طبعا بشتغل في الاسبونجات
يعني مش باستنى لمّا تبرد أوي، في أوقات بتبقى فيها تكسير كده بسيط، لكن لو أنتِ هتسيبيها تبرد براحتها خالص، هتشتغلي بيها وتشيليها بكل سهولة ما فيهاش أي مشكلة. حطيت بقى الطبقة اللي فيها اللي هي ال8 سم دي الناحية التانية، علشان ما يبقاش في أي ميلان في التورتة في الطبقات، يعني أنتم كده مرّة تحطي الشريحة الكاملة من ناحية، اعكسي بقى الناحية اللي بعدها علشان تضبط معاكِ، ما يبقاش فيها حتة ميل شوية، طبعًا الحتة دي بتبقى مقسومة، فعشان ما يبقاش في ميل، وطبعًا زي ما أنتِ بتبقي شايفة بعينيكِ يعني. كده بقية ال50 جرام، يعني أنا ضربت كده أول 50 جرام زي ما أنتم شايفين من الكريمة، حطيتهم في الفانيليا، حطيتهم على طبقتين، يعني أنا بالنسبة لي كده التورتاية خدت مني 100 جرام طبقات بس، يعني أنا ضربت 50 جرام من الكريمة، نُص فانيليا ونُص 50 جرام تاني حطيت عليهم معلقتين كاكاو، فادّاني نُص اللي هو إيه بتاع الشوكولاتة. حطيت يعتبر 25 جرام من الفانيليا على الطبقة الأولى، و25 جرام على الطبقة التانية، وفي الكاكاو عملت نفس القصة كده، فابتدت يعني التورتاية معايا خدت معايا 100 جرام أول طبقتين. الطبقة التالتة طبعًا هاحطها بس مش هاحط عليها أي حاجة، لإن هادخّلها التلاجة تشد شوية. كده خليكم مركزين معايا عشان تبقوا عارفين التورتاية خدت مني كريمة قد إيه بالضبط، قدامكم أهو، علشان الناس اللي بتقول لك بعد كده ابقي صوري لنا الكريمة وأنتِ بتضربيها في العجان، ما عنديش أي مشكلة. وعايزة أقول لكم إن الكريمة بتاعة كواليتي بترمي كمية كويسة، مش ما فيهاش أي مشكلة خالص. أنا باقول لكم هي مشكلتها الوحيدة اللي بتقابلني هي الفراغات بس، لكن ككمية لأ، بترمي كمية كويسة. يعني أنا باحس إن هي كمان بتزيد في العجان بصراحة، ومش عارفة بقى الموضوع ده بيحصل معاكم كلكم والّا لأ، يعني مش عارفة، أنا هو عجّاني بقى ربنا يبارك لي فيه، فيه البركة. طبعًا باحاول أضبط طبعًا بالضبط كده علشان ما تبقاش طالعة من الجناب، لإن أنا قايسة المقاس بالضبط، يعني أنا عايزاها تبقى على قد حرف البورد بالضبط اللي أنا حاطة عليها. هابتدي بقى أعمل إيه، حطيت بقى الطبقة التالتة زي ما أنتم شايفين كده، ودي كده كان يعتبر آخر حاجة في الكريمة زي ما قُلت لكم. ال100 جرام اللي أنا قسمتهم نُصّين للفانيليا والشوكولاتة، كده يعتبر خلصوا. فأنا كده هادخّل التورتاية تشد شوية، وهاضبّط بقى المكان اللي أنا باشتغل فيه، وهالِم بقى الفرفتة كده بتاعة الكيك، وهاقول لكم أنا عملت إيه بعد ما أحط الطبقة الأخيرة يعني. بُصّوا، أنا باحاول برضه أحط اللي هو الإيه، الشرايح اللي هي اللي باكمّل بيها دي تبقى عكس بعض، علشان تدّيني في الآخر يعني مقاس واحد، ما يبقاش في ميل كده في التورتة ولا حاجة. وطبعًا باضغط بإيديّا ضغطة بسيطة كده عشان تمسك في الكريمة، ويبقى الارتفاع بتاعها كُلّه واحد، وما تبقاش مترحّلة لبرّه كده. بُصّوا، ضربت 50 جرام تاني من الكريمة فانيليا، و50 جرام تاني من الكريمة الشوكولاتة. وطبعًا أهم حاجة في الquality في الكريمة، وطبعًا مسحت بقى البورد وعملت كل حاجة، وهابتدي اشتغل. اهم حاجه بقى في الكريمه بتاعه كواليتي ان انت تشتغلي فيها بسرعه، يعني تشتغلي وانت بتجلسي كده، تبقى الحاجه جنبك ومجهزه كل حاجه، وتشتغلي فيها على السريع كده علشان تبقى تظبط معاكي. وهي اصلا ملمسها ناعم جدا زي ما انتم شايفين، قوامها حلو جدا، متماسكه، ما فيهاش اي مشكله نهائي. غير ان انت تركنيها جنبك شويه زي ما قلت لكم هتبتدي تعمل فراغات، غير كده لا، هي جميله وطعمها حلو جدا، والناس اللي بتاخد مني التورت بصراحه بتشكر لي في طعمها، فانا ما عنديش مشكله فيها خالص. الناس برضو اللي كانت سالتني على الخاص انت ايه مشكلتك في كواليتي، لا والله ما في اي مشكله. انا بس بحب الفه شويه، بحب اتعامل يعني اشتغل بيها، بس هي ما بتفرقش عن الفه كتير. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا كده ال 50 جرام التانيين يعتبروا كده خلصوا على الكريمه، على التورتايه من بره في التجليس. انا بساوي بقى كده التورتايه، وببتدي اشيل اي زيادات. وطبعا اي كريمه بقى بتفضل مش بحطها خلاص بقى، بحطها على الكريمه الغامقه، يعني انا خلاص عشان بتبقى دي الكريمه البيضه دخلت في الكريمه الغامقه، فعشان ما يعني لو حبيت اجلس بيها حاجه تاني او اشتغل بيها حاجه تاني، مش بتنفع بقى ان انا احطها على الكريمه البيضه تاني. فاهمين؟ يعني اي كريمه بتفيض مني بضربها مع الغامق على طول، مش بحطها مش برجعها على الابيض لو فايض مني كريمه. بس هي في اليوم ده ما فاضش مني حاجه، زي ما انتم شايفين انا باخد من بره لجوه كده، و يعني بمسح بقى السكرابر بتاعي او السباتولا او اي حاجه بشتغل بيها، بمسحها في الطبق كده جنبي، وبلم طبعا الزياده زي ما انتم شايفين كده، علشان تبقى السطح كله واحد. انا بص مقربه لكم التورتيه الكاميرا على التورتيه على طول عشان تبقوا شايفين ان الارتفاع بتاعها واحد، وكمان ملمس الكريمه حلو، يعني ما فيهوش اي مشكله خالص. طبعا همسح بقى البورد بتاعتي لو في اي زيادات او اي حاجه، وهدخلها بقى التلاجة تشد شويه، بس طبعا بعد ما اظبط كل الجناب. مسحت زي ما انتم شايفين. طبعا انا الوقت ده كده التليفون بتاعي فصل شحن يعني، فخدت تليفون بنتي بصراحه كملت بيه. ويعني عايزه اقول لكم ان انا حصل معايا كده لقطه في موضوع التليفون التاني، حتى تحسوا ان الاضاءه اصلا بتاع تليفون رحمه مش عارفه، مع ان هو تليفون يعني المفروض ان هو اعلى من بتاعي، بس مش عارفه بقى ايه، تقريبا كل واحد بيبقى واخد على تليفونه، وما اعرفش، انا مش ببقى فاهمه فيه، لان كمان عاملاه كله انجليزي، وانا بصراحه
الثقافة بتاعتي ألماني، فمش بافهم في الإنجليزي أوي. كل واحد وقدراته بقى. فأنا مش بابقى فاهمة فيه أي حاجة نهائي. أقول لكم بقى على اللقطة اللي حصلت معايا بسبب تليفون رحمة. طبعًا أنا حسيت إن الجنب الأبيض الكريمة فيه أقل شوية، يعني وأنا باشتغل كده حسيت إن لأ في ميل شوية. طبعًا أنتِ اللي بتشوفي الكلام ده بعينيكِ، فرُحت مزوّدة كده شوية من الكريمة. بس يعني ما فيش أي مشكلة خالص في أي حاجة وأنتِ شغالة، يعني بُصّي زوّدت شوية واشتغلت بيها عادي خالص وهادخّلها التلاجة. زي ما قُلت لكم تشد شوية قبل ما أعمل أي حاجة. هامسح بقى البورد وهاضبّط كل حاجة وكده إحنا اللي مركّز معايا هيعرف إن إحنا لغاية دلوقتي مستهلكين كريمة قد إيه. مستهلكين 200 جرام، 100 جرام للطبقات و100 جرام للتجليس. وهنمسح كل الزيادات، ولو في أي بروز أي حروف كده مش مضبوطة أنتِ بعينيكِ بتضبطيها. وعلى فكرة الشغل في التورتة الصغيرة زي التورتة الكبيرة. أنا دخلتها التلاجة كده تشد شوية وشوية، وجبت شوية من المكسرات وابتديت أحطهم كده زي ما أنتم شايفين من الجنب. بُص بقى التليفون، أنا صورت بقى اللقطة بتاعة إن أنا باحط الصورة وبابروز بقى التورتاية وباعمل حوالين الصورة، وحطيت الجناش اللي تحت، حطيت اللي هو بديل النوتيلا، جناش على شوكولاتة متسيحة وعملناها مع بعض كذا مرة. وجيت أنقل بقى الفيديو ده من تليفون رحمة لتليفوني رُحت ماسحاه. يعني هو المفروض إن أنا يعني مش عارفة إيه اللي حصل، رُحت ماسحة الفيديو. طبعًا رحمة حاولت ترجّعه لي ما عرفناش، فطبعًا أنا قُلت أحاول أشرحه لكم بالبُق كده. أنا كل اللي جِبت الصورة وقلبتها على ضهرها كده وحطيت عليها بديل النوتيلا، اللي هو معلقتين من الشوكولاتة المسيّحة عليهم معلقة من الزيت شوية من الجناش اللي أنا بابقى عاملاه، وباقلّبهم كويس بيدّيني نفس التُقل والسُمك بتاع النوتيلا. وبادهن بيه الصورة. طبعًا الصورة عشان مقاسها ما شاء الله 30 في 30. هو كان طالب صاحبها يعني إن هي التورتة تبقى كبيرة، الصورة تبقى كبيرة على التورتاية حجمها يبقى كويس. فأنا قُلت له هاحطها لك 30 في 30 عشان يبقى في بواقي كده نقدر نحط أي شكل وكده. قال لي خلاص تمام. فأنا رُحت قالبة الصورة على بورد أو قاعدة مقاس 30 في 30 ودهنتها ودخّلتها التلاجة تشد أقل من دقيقتين بالضبط. علشان لمّا آجي أحطها على الصورة لإن هي مقاسها كبير ما تتقسمش، ما تتعوجش، بتبقى طرية كده ومرطرطة لإن دي من عجينة السكر. وبعد كده حطيت عليها جيلو شفاف من على الوش وبروزتها بقمع البيدي فور. وده يعني هتلاقوها أنا عملتها في فيديوهات كتيرة جدًا ما فيهاش أي اختلاف. بس أنا بصراحة كنت أنا باتضايق لمّا بابقى عاملة فيديو ويتمسح منه حاجة. أنا حابة إن الفيديو كله يبقى كامل والمعلومة توصل كاملة، بس والله بيبقى غصبٍ عني. قطّعت شرايح كده من المانجا، وبعد ما عملت التورتاية بروزيتات من الحروف. طبعًا نُص الفانيليا عملته بفانيليا، والنُص شوكولاتة عملته بشوكولاتة. وجيت عند الناحية اللي هي بتاعة البيضة حطيت زي ما أنتم شايفين شرايح من المانجا، والناحية التانية حطيت عليها جناش. وعايزة أقول لكم إن أنا ضربت 50 جرام من الشوكولاتة من الكريمة، يعني 50 جرام من الكريمة وقسمتها نُصّين برضه، حطيت معلقتين كاكاو علشان الfinish الأخير، وفاض مني كريمة. يعني أنا يعتبر كده التورتاية دي خدت مني كريمة 250 جرام وأقل كمان. طبعًا ممكن المقدار اللي أنا باقول لكم عليه ده ما ينفعش مع حد غيري، يعني واحدة تعمل نفس التورتاية تاخد معاها أكتر، كريمة أكتر من كده. بس أنا باقول لكم أنا ده اللي حصل معايا، والله بجد أنا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. أنا العجان لمّا باجي أضرب بيه بصراحة بيزود لي جدًا كمية الكريمة عن يعني عن أي حد تاني. أنا في عجان تاني باشتغل بيه مش بيزود لي الكريمة بالطريقة دي. ففعلًا قوة الدفع بتاعة العجان بتزود في الكريمة، لإن بيبقى فيها بتعمل volume عالي فبيخلّي لِك كمية الكريمة أكتر. في ناس ممكن تشتغل بمضرب أو تشتغل بحاجة تانية فالكمية ما تبقاش معاها. اللي أنا باقول لكم عليه ده ممكن ما يناسبهاش. هاوزّع كريسبي كده زي ما أنتم شايفين من حوالين التورتاية كلّها، وهابتدي أوزّع برضه الأشكال وهاقول لكم طلّعت التورتاية دي بكام. علشان كده باقول لكم لمّا تكون واحدة حابة تفتح مشروع أو حاجة وهتشتري عجان أو هتشتري مضرب دايمًا دَوّري على النوع الكويس اللي يقدر يسعف معاكِ أو يقدر يطلّع لِك كمية كويسة. على فكرة هو ما بيعملش معايا في الإسبونج حاجة، يعني هو أنا باضرب الإسبونجات عادي خالص نفس الكمية اللي ممكن مضرب عادي يطلّعها. هي بتفرق بس في الكريمة. فأنتِ فعلًا لو بادئة مشروع وعايزة الموضوع يبقى كويس معاكِ، موضوع نوع العجان أو نوع المضرب اللي أنتِ بتشتغلي بيه كل ما القوة بتاعته بتبقى أقوى بيبقى أحسن يعني. فدايمًا بصوا للموضوع ده حتى لو هيبقى أغلى شوية بس هينفعك لبعدين. وزعنا كريسبي كده طبعًا ناحية بيضة، وبعد كده وزعت كريسبي الناحية التانية اللي هو الغامق أو الدارك. وهابتدي برضه أعمل بقى إيه الشوكولاتات من ناحية الجناش. التورتاية دي أنا المفروض إن أنا 40 في 40 كنت الأول باطلعها ب400. بعد كده زودتها 50 جنيه، وطبعًا الصورة ب90.
انا بعملها عند استاذ عمرو اللي هي مقاس 30 في 30 ب90. بس طبعا اللي هو ضياء ده صاحب التورتايه هتلاقي مكتوب عليها هابي بيرث داي ضياء، كان حاجزها معايا من شهر تقريبا، فكنا حاجزينها بالاسعار القديمه، فانا طلعتها هي والصوره ب 500 جنيه. هي المفروض في العادي يعني ممكن تبقى بالصوره توصل ل 600 بصراحه، لان الصوره اصلا لوحدها ب 100 جنيه وكل التكلفه وكده. بس هو قال لي بقى انا حاجز معاكي من بدري وكده، فخلاص بألف هنا وشفا، وما مكلمتش معاه. بصوا زي ما انتم شايفين التليفون بتاعي كده حاطاه جنبي يشحن، وصورت بتليفون رحمه، ودي اول واخر مره اصور اصلا بتليفونها اللي بيمسح الحاجات دي. وقولوا لي رايكم كده في التورتايه وسعرها والتكلفه بتاعت الكريمه وكل الخامات، وهستنى تعليقاتكم. وعايزه اقول لكم ان انا الجروب بتاعي الله اكبر في على الواتس ابتدى يكبر، وناس كتيره جدا حابه ان انا اضيفها. اي حد حابب ان انا اضيفه يبعت لي رقم تليفونه. وشكرا لكم، مع السلامه.